بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا هعمل الحلو ده للحلوين اللي, اللي عاوزين يعملوا الحلو ده. هاي صينية الحلو دي جميلة جدا. تابعوا الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونقول نجيب بطاطا نشويها. انا بشوي البطاطا عادية خالص خالص، اكنك بتشويها في الفرن عادي خالص. انا بقى بشويها في فرن البوتاجاز، في فرن البوتاجاز على الصاجة اللي تحت خالص. الشوي بتاعها جميل جدا، احلى من شوي الفرن نفسه كمان، الغاز اللي هو الفرن الغاز يعني. بعد ما شويتها كده كيلو بطاطا مثلا، شويته شوي عادي خالص، مش سلقتهاش عشان انا ما بحبهاش مسلوقه. وبعد ما شويتها خالص وقشرتها كده بالطريقه دي، ايه، هرستها بقى. هرستها بشوكه بقى، باي حاجه، بهرسها باي حاجه، هرستها خالص. وبعدين جبت معلقه سمنه ومعلقتين سكر، حطيتهم فيها خالص كده، لان البطاطا طبعا بالسمنه البلدي حاجه يعني حاجه تانية خالص. بعد ما هرستها وحطيت فيها السمنه والسكر، حط السكر بقى زي ما انت عاوز. بعد كده بقى هعمل بشاميل. جبت معلقتين 3 دقيق كده حلوين، ومعلقه سمنه برضو حلوه كده، وايه، وحطيتهم على النار، حمرتهم يعني، سويت الدقيق كده فيها لحد ما غير لونه كده بالطريقه دي. هبدا بقى احط اللبن. احلى صينيه بطاطا بالبشاميل في اليوم في الايام البرد الجميله دي. هي صينيه البطاطا اللي بتدفي وجميله ومغذيه جدا للاطفال جدا جدا، وللكبار بنحبها كلنا طبعا. تبقى كده طالعه كده سخنه كده وجوسي كده وجميله، تدفي، تشبع، حلوه قوي. شايفين اللبن بوشه بقشطته ازاي؟ كده بقى حطيت شويه الاول، وبعدين قلبت خالص خالص عشان ما يكلكعش، طبعا هو ما كلكعش ولا حاجه. بعد كده بقى ايه، حطيت بقيه اللبن، وقلب بقى خالص خالص بس بمضرب سلك طبعا، لحد ما بقى بالطريقه الجميله دي وهو سخن لسه اهو. حطيت بقى اضافه فص مستكه صغنون خالص كده اهو، بيخلي الطعم جميل في حته تانية خالص. وكمان معلقتين او معلقه كريم شانتيه كانوا عندي، حطيهم بقى على البشاميل وشوفي بقى الجمال والطعم بقى. شوفي بقى الطعم والجمال، هم لو مش موجودين مش مشكله يعني، هم اختياري يعني، لو عندك حطيهم ولو مش عندك عادي. بس انا حطيتهم بقى، خلوا البشاميل ده لوحده كده يتاكل حاف لوحده كده، من غير البطاطا بقى نفسها كمان. البشاميل حلو كده، حطيت فيه سكر، حليه زي ما انت عاوزه بقى. معلقه فانيليا اهي. كده خلاص تمام. اللي بيه بقى خالص كده، انا عاوزه بقى سمك البشاميل بالطريقه دي كده. هو طبعا هتبقى جوسي كده، البطاطا كلها جوسي جوسي في جوسي يعني، تبقى كريمي كده، مش بتبقى خرط كده ناشفه، لا. كده بتبقى كده حلوه كده، جوسي كده، كريمي. كريمي كده، بتبقى حلوه جميله جميله في الاكل قوي، وهي سخنه كده ملهلبه كده. جبت بقى الطاجن ده اهو. يعني الطريقه يعني العلو ده مش ما بيبقاش عالي عن كده، ولا يبقى ايه. آه يعني اوطى من كده كويس كده، مش واطي مش واطي يعني. ايه، رقيق مش عارفه. حلو كده، المهم يعني، المهم مش مركزه يعني. كده حطيت بقى البطاطا المهروسه اهي الاول، اللي انا هرستها في السمنه والسكر. سمنه بسيطه يعني، والسكر زي ما انت عاوز، حلي زي ما انت عاوزه بقى براحتك. اهو خلاص اهو سويته خالص وبقى حلو خالص اهو جميل. ابدا بقى احط البشاميل عليه وبعدين ادخله الفرن. هو طبعا واخد حوالي معلقتين سمنه حلوين كده، لان البطاطا والسمنه البلدي حاجه مع بعض يعني، اخوات يعني. البشاميل اللي بالطريقه دي جميل جدا، شايفين شكله حتى بيقولوا انه حلو. جميل جدا البشاميل اللي بالطريقه دي، جربوها وهتتبسطوا منها جدا. كده خلاص اهو حطيت البشاميل بقى، هبدا بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة بقى 180، 180 190، لحد ما تسيبها، لحد ما تحس ما تبقبق كده، تحس بقى انها ايه، بتستوى كده، مش يا دوب تحطها وتحمري وشها وخلاص، لا. بعد كده بقى ايه، لما احس انها مسكت شوية كده في الفرن، رشيت بس رشة سكر على الوش كده عشان تعمل كراميل على الوش. واقوم ايه، مشغلة عليها الشواية تحمر وشها. وبعد كده بقى هتطلع واوريها لكم شكلها ايه. ايه، طلعت بالطريقة دي في لمح البصر. غمضي وفتحي لقيتها طلعت من الفرن. الطريقة دي جميلة جدا جدا جدا، تحفة تحفة فعلا يعني. البطاطا بالبشاميل دي فعلا جمال يعني، جمال جمال يعني. طعمه ما حصلتش. شوفوا بقى الخرط بتطلع ازاي. دي بقى البشاميل بقى، ده بقى الخرطة البشاميل دي الوحيدة بس تتاكل كده الوحيدة من غير البطاطا. جميلة قوي قوي قوي. عاوزاكم بس تجربوا، ولو عجبتكم حطوا لنا لايك واشتراك. ما شاء الله بقى، ما شاء الله على البطاطا الجميلة دي، جميلة وهي سخنة كده بتبقى يا سلام، جميلة.
كل واحد طبق كده ياكله كده وهو قاعد كده بالليل قدام التلفزيون على السرير، ايا كان يعني. والاطفال بقى يا سلام، مغذيه جدا للاطفال وحلوه قوي، حلوه قوي قوي، جربوها. اه. اه. حاجه جميله بالطريقه دي. اكنك بتاكلي في ايه مش عارفه يعني، الكريم شانتيه اللي كان موجود، المعلقه اللي كانت موجوده عندي دي وحطيتها على البشاميل، خلت البشاميل طعمه ما حصلش. ولو مش موجوده مش مفيش اي مشكله يعني، انا بس هي كانت عندي فقلت احطها في البشاميل، ادته طعم جامد. جامده قوي صراحه صينيه البطاطا بالبشاميل دي، الطريقه دي كده.